في الفيديو اللي فات عرفنا أنه في الماضي حتى الإنسان كان عنده خطوط من الأصناف البشرية. تخيل معايا دابا أنك عندك آلة سفر عبر الزمن ورجعتي 100 ألف سنة للور. أول حاجة غادي تلاحظها هي أنه كاين بزاف ديال أشكال الحياة ومنهم مجموعة متنوعة من الأنواع البشرية. هالنياندرتال اللي عايش في المناطق الباردة في أوروبا وعنده بنية جسمية قوية وعضلات كبيرة كتخليهم الأسياد ديال منطقتهم بفضل المؤهلات الطبيعية اللي عنده. وهالهومو أوريكتوس اللي معمر في الأرض لأكثر من مليون سنة وباقي مستمر في الحياة، الشيء اللي كيعطيك انطباع على أنه ممكن يبقى خالد في الأرض ولا يزيد يعمر على الأقل شي مليون سنة أخرى. وهالهومو فلورنسيس اللي عايش في جزيرة فلوريس معزول على الكائنات الضخمة اللي من الممكن أنها تشكل تهديد على المصير وفي الاستمرار في الحياة. وخا حتى هو كان قاسم إلا أنه كان عايش في جزيرة كاع الكائنات فيها من الحجم الصغير، حيت الجزيرة كان فيها الموارد قليلة وغير الناس اللي صغار هما اللي يقدروا يبقاو عايشين. اجي دابا نمشيو شرق افريقيا وبالضبط في منطقة اثيوبيا حاليا، غادي نلقاو صنف اخر ديال البشر واللي هو الهومو سابين. هذا الصنف غادي يبان لك عادي جدا وغير مميز على باقي الاصناف البشرية باي شكل من الاشكال، بل انه كان كيبان ضعف من باقي الحيوانات اللي دايرين به. ما كانش عنده انياب قويه ولا مخالب ضخمه باش يقدر يدافع على راسه ولا يصيد شي غزاله، وما عندوش حتى السرعه باش يقدر يهرب من شي سبع لا تبعو. ما يقدرش يطير فحال النسر ولا يبقى تحت الماء فحال التمساح. كان مجرد كائن فحالو فحال كاع الحيوانات كيحاول غير يبقى عايش في عالم عامر بالكائنات اللي قوى منه. ولكن احنا حاليا عارفين ان هذا الصنف من البشر هو اللي ولا في القمه ديال الهرم ديال الطبيعه، وقدر يحبس السباع ويحبس النمر في أقفاص ويجي يتفرج عليهم هو وولادو، يطير في السحاب بالطائرة فوق من القدرة ديال النسر وسرع منه بأضعاف، وقدر يغوص تحت أعماق البحار بالغواصات أعمق من مجموعة من الأسماك والحيتان اللي دوزات السلالة ديالها كاملة في الماء. بل أنه ولا قادر يشطر الذرة ويطلع للفضاء ويتواصل عن طريق الإنترنت من جميع أنحاء الكوكب. إذا شنو الحاجة اللي خلات الصنف ديالنا هو اللي يتطور ويحكم العالم، في حين أن جميع الأصناف البشرية الأخرى انقرضت من الوجود؟ إذا شفنا عاوتاني في الطبيعة غادي نلاحظوا أن النجاح ما كيعتمدش ديما على القوة الجسدية. النمور مثلا هي واحد الحيوانات اللي مفترسة وقادرة تسالي مع الإنسان في دقائق معدودة، ولكن النمر ما بناش حضارات وما شيدش مدن ولا إمبراطوريات، في حين أن الهومو سابين النوع ديالنا دار هادشي كامل. وهنا فين كيبان السر الحقيقي واللي هو الثورة الإدراكية. قبل هاني 70 ألف سنة غادي تطرا واحد الطفرة غريبة وغير متوقعة في الدماغ ديال الهومو سابين، غادي تخليه يولي يفكر بطرق مختلفة، طرق اللي عمرها ما كانت من قبل. كاع الانواع البشريه اللي عايشه في الارض ما عندهاش هاد الطرق الجديده في التفكير اللي بانت عند الهومو سابين. وهذه القدره هي انه لا قادر يتخيل عوالم غير موجوده ويخلق قصص وافكار ويربطها بالعالم الحقيقي. هاد الخاصيه كتبان لنا حنا دابا بديهيه، ولكن راه كانت السبب الرئيسي في تطور النوع ديالنا من الانسان على حساب باقي الانواع. نياندرتال مثلا كان كيقدر يحذر صحابه من شي سباع ولا يوريهم منين جاب التفاح، ولكن الهومو سابين ولا قادر يقول ان الروح ديال السباع هي اللي حاميانا، ولا قادر يعطي قوانين اللي خاص انت تتبعها باش تبقى راضي عليك الروح ديال السباع. خلينا نوقفوا شي شويه ونحاولوا نحللوا شنو كيعني هذا الشيء. قبل من هاد الطفره في الدماغ كان الهومو سابين كيتفاعل مع داك الشيء اللي كاين قدامه، كيعرف كيفاش يتجنب السباع ولا الفاد، وكيعرف كيفاش يصيد ويجمع الفواكه بحالو بحال اي حيوان كاين في الكره الارضيه. ولكن من وراء الثوره العقليه ولا قادر يتخيل اشياء لا وجود لها في الواقع المادي، ولا قادر يفكر في مفاهيم مجرده بحال الآلهة، بحال الأرواح، القبائل، القوانين. هذه القدرة على التخيل هي اللي خلات الهومو سابين أنه يبني حضارات من بعد. خلينا ناخذ واحد المثال من الحياة الواقعية ديالنا. أنت مثلا فاش كتمشي عند جداك وكتطلب منها أنها تعاود لك شي حاجة معروفة في زمانهم، كتعاود لك على الكلب راه في الدار كيجري على الرزق، ولا المشي الكحل راه هو جن، ولا الدور اللي مهجورين ساكنين فيهم الأشباح. الافكار اللي كتبان لك انت غير واقعيه، ولكن راه كان عندها دور كبير في انها تجمع الهومو سابين في مجموعات كبيره وتخليهم يتعاونوا مع بعضياتهم. فاذا كنت انا وانت ما كنعرفوش بعضياتنا وما رابطني معك حتى شي حاجه، فصعيب بزاف انني نتعاون انا وياك. ولكن الا امنت انا وياك باللي كاين الروح ديال الاسد حاميانا، غادي يزيد الاحتمال الكبر على اننا نتعاونوا بجوج ونحققوا اهداف حيت حنا بجوج وامنين بنفس الفكره. القدره على انشاء قصص مشتركه كان هو الفارق الاساسي اللي يميز الهومو سابين على باقي الانواع البشريه. الانواع البشريه الاخرى كانت كتعتمد على التعاون في مجموعات صغيره وعلى القوه الجسديه باش يبقاو عايشين، ولكن الهومو سابين ولا قادر يكون شبكه تعاون مبنيه على فكره مشتركه كتجمع مئات بل آلاف الناس اللي آمنوا بنفس الفكرة. يقدر يسحب لك أن هذه الأفكار كانت في الماضي وأن الإنسان فوقنا ولا واعي بالعالم ديالو أكثر ولا صعيب تقنعه بفكرة ما كايناش في الواقع، ولكن راه حياتنا كاملة وجميع الأنشطة تقريبا اللي كنديروا مبنية على أفكار مشتركة ما كايناش في الواقع المادي. مثلا الشركات بحال أبل ولا مايكروسوفت كيخدموا فيها الآلاف ديال الناس اللي ما كيعرفوش بعضياتهم، ولكن كلهم كيفيقوا كل صباح وكيمشيو يتعاونوا كلهم مع بعضياتهم حيت كلهم آمنين بوجود الشركة وبقيمة
قيمتها واهدافها، وفي حين ان هذه الشركه هي كتعطيهم كل شهر واحد الرقم من الاوراق، واللي حتى هو مجرد فكره مشتركه بين مجموعه من الهومو سابين ان هذه الاوراق تقدر تبدلها باي حاجه عند هومو سابين اخر. القدره ديال الهومو سابين على انه يتقبل هذه الافكار المشتركه ويجسدها في الواقع هي اللي خلاته يحقق الاهداف العظيمه. ما يمكنش لك تقنع قرد مثلا انه يعطيك بنانه وتعطيه 100 درهم، واخا 100 درهم راه قادره تشري ليه 10 كيلو ديال البنان عند الهومو سابين، ولكن تقدر تقنع هومو سابين انه يعطيك المحصول ديالو اللي حفظتو حصدو العام كامل مقابل رقم على ورق، فكره مشتركه بيناتكم كتسمى الفلوس. وتقدر تمشي معاه بعيد وتقاطعو كاع يعطيك دارو كامله في مقابل انه غادي يلقى قصر كيتسنى ورا الموت ديالو. خلينا نرجعوا دابا عند الهومو سابين، وهاد الطفره اللي طارت كما قلنا ولا عنده قدره يشكل قبيله وقريه ومدينه ومن ثم حضاره فيما بعد. التوسع ديال الهومو سابين في الارض خلاه يتلاقى مع خوتو البشر بحال نياندرتال والهومو اريكتوس، وهنا كينقسموا الفرضيات لجوج اصناف. كاين الصنف اللي كيرشح ان الهومو سابين تعامل مع نياندرتال بحال كيف كيتعامل مع باقي الحيوانات، كان متوحش تجاهه نظرا لان هذا المخلوق كيشبه ليه ولكن ماشي هو، وهادشي اللي خلى الهومو سابين يرتكب ابادات جماعيه في حق النياندرتال وباقي الاصناف البشريه. وهادشي ماشي غريب على الصنف ديالنا ينفذ بحال هاد النوع من الجرائم على النوع ديالو مرارا وتكرارا غير بسبب اختلاف في اللون ولا في الافكار، فما بالك باختلاف الصنف. وكاين نوع اللي كيقول ان بعض البشر من الاصناف الاخرى تزوجات مع الصنف ديالنا، كيستدلوا على الهضره ديالهم بجينات ديال النياندرتال اللي لقاو 1 حتى ل 2% كاينه عند بعض الناس اوروبا.